الناس دي ما بتتحاسبش ليه؟ ليه الناس دي ما بتترجمش ولا تتجلد زي ما الشريعه الاسلاميه قالت؟ احنا لو عملنا كده مره واحده في حد واحد في ميدان عام اترجم ولا اتجلد ولا الحرامي اتقطع ايده، ما حدش هيعملها تاني. انا بحكي لكم بس عشان انا مش عارفه اتكلم مع مين والله. احنا بقينا في كارثه، فكل واحد يخلي باله من عياله، كل واحد يخلي باله من بناته، كل واحد لازم يبقى عارف بناته رايحين فين وجايين منين. ارجوكوا كفايه تربيه ايجابيه، ابوس رجل اللي جاب ابوكوا، كفايه تربيه ايجابيه، كفايه. يا ريت نفعل مود الشبشب تاني، اضربوهم بالشبشب. دخلت على النت لقيت امبارح واول امبارح الدنيا مقلوبه على دكتوره طلعت لايف، فانا طبعا الفضول كلني اللي انا عايز اعرف الدكتوره دي بتقول ايه، لدرجه ان كل الناس بتشتم فيها وكل الناس بتطالب بحبسها. وعمرو اديب قال لك ده لو ما الحكومه ما اتخذتش قرارنا احنا هنفضل وراها لغايه ما تتحبس. يا جدعان قالت ايه الدكتوره دي؟ فانا دخلت سمعت اللايف كان طويل، مع اني ما بحبش اسمع فيديوهات طويله، بس قلت اسمعه من اوله لاخره. المهم الدكتوره كان كل العباره عن واحده سايقه عربيه، هي شغاله دكتوره في مستشفى، فبتحكي عن المواقف. حكت يعني هي 3 مواقف او 3 اصناف من الناس هي شافتهم وحكت القصه بتاعتهم. اول واحده كانت بنت عندها 14 سنه وحامل، واحده ثانيه جايه حامل برده كاتبه العيل باسم عيل صغير، والثالث مش عارف ايه. وقالت لك طبعا عندنا عيال صغيره في الحضانه مرميين بقالهم اكتر من سنه وسنه ونص، وقالت ان العيال اللي في الحضانه دي جايين من طريقه طبعا انا مش هقولها بقى، خلاص هي قالتها يعني، واكيد اغلبكم سمع الكلام اللي هي قالته. المهم البنت دي او الدكتوره دي كانت ايه وجهه نظرها، ايه الرساله اللي هي عايزه توصلها؟ ان ارجعوا للتربيه القديمه يا جدعان، فكوكوا من التربيه الحديثه، فكوكوا من انك بنتك نازله انت ما تعرفش رايحه فين. هي قالتها كده بالحرف، خليكوا في التربيه القديمه وارجعوا للشبشب يا جدعان. الناس بقى كلها سابت كل ده، سابت ان العيال بتيجي من حرام، وبنت قاصر حامل، واساسا قالت لك يعني هي مش متجوزه وحاجات كتيره كده، ومسكت في ايه؟ اصل انت قصدك اللي انا اشك في مراتي، اصل انت قصدك اللي انا اروح اعمل DNA واشك في امي. يا جدعان ما فيش كده، البنت ما قالتش كده، البنت ما يفهموا الكلام اللي هي قالته. هي اساسا بنت، يعني هي اساسا واحده ست وزوجه وعندها اولاد، فهي لو بتتكلم من المبدا اللي انت بتقوله فهي اساسا بتعيب في نفسها يعني، فاهم؟ فعقلانيا كده هي ما جابتش سيره ان انت تشك في امك ولا تشك في مراتك، الكلام ده ما حصلش. هي بتقول يا جدعان حافظوا على بناتكم وحافظوا على اولادكم وارجعوا للتربيه القديمه وارجعوا للشبشب والكلام ده. فلقيت لك بقى الناس سابت كل ده ومسكت في ايه؟ في طريقتها. اصل انت دكتوره ما ينفعش تتكلمي بالطريقه دي. يعني الست واحده محروقه على اللي هي بتشوفه في المستشفى واللي هي بتشوفه قصاد عينها، ومحروقه من اللي بيحصل ومن الواقع اللي موجود. عيال جايه من حرام، والعيال مترميه في الحضانات، وانتوا تيجوا تمسكوا على طريقتها. ما تولى يا عم طريقتها بجاز وسخ، مش طريقتها دي ليه هي الطريقه دي ليه هي ولا مش هي بتتكلم في واقع، في حاجات موجوده. زي دلوقتي اللي بيمسك لك يسيب لك في اي حاجه، العيال عماله تصور بنات في العربيه وعماله تصور البنات وهي نازله في المواصلات وعمالين وانت تيجي تمسك لي في حاجه ثانيه. اللي بيتكلم على طريقه كلام الست اللي كانت بتتكلم، انت محتاج تراجع نفسك يا معلم، انت في حاجه غلط، فاهمني؟ الست ما جابتش شرفك ولا شرف اهلك ولا الكلام ده، جابته في الموضوع. هي اتكلمت عن انكم تربوا عيالكم، فانتوا ربوا عيالكم علشان ما نشوفش العيال السيكي ميكي. انا مش عايز اقول لفظ، العيال اللي احنا بنشوفها. انا لما نزلت مصر شفت مصايب، انا لما نزلت مصر ودخلت كافيهات ودخلت بلاي ستيشن والمشكله الحتت دي كلها من الحتت بتاعتنا اللي احنا طالعين منها. يعني احنا طول عمرنا متربيين في مدارس حكومي يعني، وقاعدين في مناطق ايه اللي هي حاجات الاصول، اللي انت ما ينفعش تبقى عيل سيكي ميكي وتدخل المنطقه بتاعتي مثلا، فاهم؟ لانك هيتعامل معاك حاجات وحشه. فجدعان الله يبارك لكم، فككم من طريقه الناس، فكك من طريقه اي حد. مش عاجباك طريقته يا عم ما تبصش على الطريقه، بص على المضمون اللي هو بيقوله. مش عايز تسمع منه اصلا خلاص ما تسمعش، اقفل. لكن ما تجيش تقول لي ايه ده الدكتوره اتحبست ليه؟ عشان بتقول كلمه حق. طب ما احنا كلنا شفنا البت اللي كانت بلوجر، طبعا انا مش هقول اسمها يعني، وطلعت وتسرب لها افلام ونزلت افلام، وبتطلع هي بنفسها تعرض حاجات في لايفات ما ينفعش انها تتعرض زيها، وفي 1000 غيرها. والبت بعد كده استضافوها في التلفزيون وطلعت قالت لك ده انا اتقدم لي عرسان مش عارف ايه وايه بعد الفيديو اللي اتسرب لي. انتوا بتفكروا ازاي يا جدعان؟ انتوا سايبين الاشكال دي وبعد كده جايين تمسكوا في واحده جايه بتقول كلمه حق. ففي نهايه الفيديو يا جدعان اتمنى تربوا عيالكم تربيه نظيفه وترجعوا فعلا للتربيه القديمه زي ما هي قالت بالظبط كده بالنص. ارجعوا للشبشب وارجعوا للتربيه النظيفه علشان ما نشوفش الاشكال اللي احنا بنشوفها دلوقتي. بس اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم فيديو جديد. ايه